صباح 3 فبراير 2024. صباح الفل عليكم. عدى اسبوع بالتمام والكمال، وان المنتخب خرج من بطولة افريقيا بالشكل المقرف ده، اللي اكيد كلنا شايفين ان الشكل اقل كلمة تتقال على المنتخب في الفترة الحالية دي ان هو يعني منتخب مقرف، ويا ريته ما كان راح ولا كان اتأهل. لكن لا حس ولا خبر. ايه اللي حصل؟ هل المنتخب هيكون المنتخب؟ هل الاتحاد هيستقيل؟ هل يعني ايه الجديد؟ هل حسام حسن هيدرب المنتخب اللي لساننا دلدل ان هو اصلح واحد للمنتخب؟ بس ما ينفعش حسام حسن يجي. ما ينفعش حسام حسن يدرب محمد صلاح. يعني هي واضحة وصريحة، مش عايزين نضحك على نفسنا. ما ينفعش حسام حسن يدرب المنتخب ومحمد صلاح بيلعب في المنتخب. فانا بقول لمحمد صلاح: ما تلعبش في المنتخب. انت اصلا يا محمد يا مو صلاح، مش محمد صلاح، لان محمد صلاح ده كان موجود ايام ما كان ابو تريكة بيديك السرعات وبيطلعك على الجون والكلام ده. فده كنت انت محمد صلاح. الله يرحم ايام ما كانوا بيسموك في المقاولين محمد صلاح مارادونا، ولا ناسين؟ الناس القديمة تفتكر ان محمد صلاح ايام ما كان بيلعب في المقاولين كان اسمه محمد صلاح مارادونا. وممدوح عباس رفضه في الزمالك، والكلام ده اتكرر كتير. فانت دلوقتي مو صلاح، فانا هكلمك كمو صلاح، الراجل اللي جاي يتقنعر علينا ان هو بيلعب في ليفربول ولعيب كبير قوي قوي قوي، وانت اكبر مننا. يعني انت شايفها كده، بس انا بقول لك ان منتخب مصر اكبر منك انت شخصيا، بدليل ان انت اللي متحكم في الاتحاد، وانت اللي متحكم في اختيار المدرب، وانت اللي متحكم في اختيارات اللعيبه. فانت فاشل مع منتخب مصر، انت اصلا فاشل مع منتخب ناجح مع ليفربول وبره مفيش مشاكل. دي يعني حريه، يعني دي بتاعتك انت. انت ده لنفسك انت، ده تاريخك انت. طب ما انت مثلا قبل كاس العالم اللي كان في روسيا، اللي برضو اللي احنا رحناه اصلا وكان مقرف برضو، واوسخ يعني يعني اكتر كاس عالم، يعني الواحد محبش يتفرج عليه. كان عندك اصابه وخارج من تشامبيونز ليج، وراموس خدك يعني واحده على الارض، جاب لك خلع في الكتف، وقلت لا ده انا هسافر مع المنتخب يعني عشان مجد شخصي، عشان انت رايح تلعب في كاس العالم، عشان يا عالم تخلص بدري بدري يعني. يعني فاهم؟ خلاص انا وصلتكم كاس عالم، عايزين مني ايه تاني؟ انت حاسبها كده، انت حاسبها كده. وفي نفس الوقت مجد شخصي ليك، لانك ما ينفعش تبقى كريستيانو رونالدو وما ينفعش تبقى ميسي. تمام؟ ما ينفعش. انت محمد صلاح او مو صلاح. تمام؟ ففي فرق كبير جدا ما بينك وما بينهم، يعني كبير كبير جدا. وخصوصا كريستيانو رونالدو. سيبك من ميسي، برضو ميسي شعبه انتقده لفترة طويلة، والكلام ده كلام، لان هو ما كانش، كان برضه بيعمل زيك كده، يدي لبرشلونة وما يديش للمنتخب، لحد ما جات له في الاخر وايه، لان هو بيعافر. قال لك بس خلاص هو تعب بقى مع الأندية، فقال لك أعمل حاجة للمنتخب. فأنت عايز تعملها كده، تمام، دي بتاعتك أنت. لكن الفكرة كلها أنت فاشل مع منتخب مصر، شئت أم أبيت. ولو مش عايز تيجي تلعب اعتذر اللعب دولي. أنت راجل أيام 2019 رحت وردة راح عمل زي بتاعت اللي هي مشكلة التحرش والكلام ده، وكلكم بقى لما الجماهير زمت عليه. يا عم احنا منتاليتي، احنا كمنتاليتي، منتاليتي يعني شرقية. انت راجل اسمك مو صلاح، فانت راجل غربي يعني. واحنا ناس سافرنا بره وعشنا بره وقعدنا مع اجانب كتير وفاهمين الدماغ اللي انت فيها وشفناها. مش شرط اشوفها في لعيب كورة، لا انا شفتها في نماذج تانية. ناس بتنخدع وبتنجذب للمجتمع الغربي وبتنبهر بيه، فبتتمسك بيه، فبتبعد عن الكالتشر بتاعتها، بتبعد عن فكرها، وبتبدأ تنفذ عشان تعجب بقى الناس اللي بره. يعني ما هو في ناس كتير بتعمل كده، مش انت بس يعني. بس انت بقى مسؤول، انت مشكلتك ان انت مسؤول في منتخب مصر، كابتن منتخب مصر. فأبا خلفية رحت ايه قعدت على الارض، انا مش لاعب، انا عندي خلفية. يا عم عندك خلفية يا عم، صلى على النبي. وحجازي يجي يقول لك صلى على النبي يا عم وكمل الماتش. لا الخلفية وجعتني، تمام، خلفيتك الف سلامة على خلفيتك.
الف سلامة على خلفيتك. طب نقعد بقى مع المنتخب ونشد، عشان انا عندي خلفية فعلا. لا ليفربول عايزيني، انا لازم اروح لهم، دافعين فلوس، انتوا هتدفعوا لي، انتوا عرر. تمام. ورحنا وبتاع، والناس قالت خلاص المنتخب يلعب. بس انت يا باشا انت جايب لي احمد حسن كوكا، قايل المدرب يجيب لك احمد حسن كوكا ومحمود حماده و... وناس كده ما نعرفها. يعني انا محمود حماده ده لحد الكره اللي هو لعبها دي انا ما كنتش عارف اللعيب ده اسمه ايه. يعني انا ما كنتش عارف اللعيب ده اسمه ايه، يعني مين ده اللي بيلعب في المنتخب؟ مين ده؟ مش بغلط فيه، انا فعلا ما كنتش عارفه مين محمود حماده يعني. في اسماء احسن منه يعني كانت ممكن تبقى موجوده في المنتخب، لكن ما ينفعش عشان المنتاليتي بتاعت الجماهير المصريه يا كابتن مو صلاح، بتاعت اهلي وزمالك. فانت يعني بلاش نجيب لعيبه من الاهلي والزمالك. والكلام ده اتقال للمدرب وللاتحاد الكوره، لازم يبقى فيه فرايتي، يبقى مش لازم المنتخب يبقى كله من اهلي وزمالك. ليه بقى؟ ليه بقى مش لازم المنتخب يبقى من اهلي وزمالك؟ عشان الاهلي والزمالك، وهنتكلم دلوقتي عن الاهلي، الاهلي والزمالك هما فيهم نجوم، ناس بتاخد افريقيا وبتاع. فيا باشا هيطلعوا عليك، هيطلعوا عليك لان انت بتلعب بالشوكة والسكينة يعني. هيطلعوا عليك واحد زي حسين الشحات، لو نزل او راح المنتخب ونزل هيحللك، هيحللك يعني هيحللك، لان هو متربي في منظومة ومنتاليتي بتعلمه ازاي تقدر الجماهير اللي قاعدة مستنية الفرحة. انت شايفها حاجة عادية يعني، شايفها حاجة بسيطة يعني، انا وصلتكم كاس عالم وخلاص. طب انت الموقف الخلفية دي، الخلفية اللي شد يا صلاح، لو حصلت لك وانت بتلعب كاس عالم، تمام، بغض النظر بقى ان كاس العالم بيتعمل في توقيت بعيد عن الماتشات الدوريات يعني، فاهم؟ دي اجنده دوليه، وانت اللي كنت فيه ده اجنده دوليه. بس كاس عالم، لا انا قاعد مع المنتخب، وجي ليفربول قال لك انا عايزك معايا، تقول له لا انا قاعد مع المنتخب. عارف ليه؟ عشان كاس عالم، مش كاس افريقيا. تمام. اعتزل يا صلاح بجد والله، اعتزل يا صلاح اللعب يعني الدولي، ما تلعبش مع المنتخب تاني. انت اكبر من منتخب مصر صدقني يعني، بغض يعني، او هو اكبر يعني، انت مش اكبر من منتخب مصر، انت شايف نفسك كده يعني، كصلاح انت شايف نفسك كده. فما تحرقش دمنا وتطلع عينينا على اساس ان انت يعني لعيب نجم، نجم علينا. انت نجم على نفسك، نجم لنفسك يعني. وكفايه بقى يا جدعان بقى ان كل واحد يطلع يقول لي صلاح احسن لعيب في العالم ومش احسن لعيب في العالم ومن افضل ثلاثه وبتاع لنفسه. والله مالينا، بطلوا بقى تزيطوا مع الزيطه يعني، بطلوا تمشوا ورا الموجه، عشان الموجه دي بتغرقنا. يعني كفايه ان هو وصلنا كاس عالم. شكرا شكرا يا محمد صلاح، وصلت لك كاس عالم، مع ان انت مش السبب، ده سبب ضربه الجزاء اللي جابها تريزيجيه، اللي قعد يتشقلب مره واثنين وثلاثه عشان ياخدها، وانت جيت شطها وخدت التورته على الجاهز. زي ما يقولوا لك ان لو منتخب مصر وصل النهائي هنبقى نبعت لكم محمد صلاح. يا عم ما تخلوناش نغلب، ما تخلوناش نغلب، نبعت لنا، ما تجيش يا عم. ومش عايزين نوصل نهائي. توصل نهائي بمين؟ بمدرب مش فاهم، مش فاهم، مش فاهم، جاب لعيبه هو اصلا مش فاهمها. حد مديله الليسته قال له قول دول، وراح يلا طلع قول دول. انت عارف بقى دول مراكزهم ايه، بيعملوا ايه، لعبوا امتى، فتوح لعب امتى، فتوح بيسهر، جايبه يلعب منتخب. ده نادي ما بيلعبوش عشان الدنيا تعبانه عنده، لازم اعداد واعداد واعداد، جايبه تلعبه. وفي الاخر يعني عموما ان شاء الله يعني المنتخب عنده تصفيات كاس عالم، هنحاول نشوف ان يا رب صلاح ما يجي، ونحاول ان المدرب ده يمشي بالشرط الجزائي. بس واضح والله اعلم ان المنتخب ده مش ماشي، ايه قصدي واضح والله اعلم ان المنتخب مش ماشي والمدرب مش ماشي، والمنظومة هتفضل زي ما هي و... ولينا ربنا بقى، او نبطل نشجع كورة عشان الواحد خلاص جاب اخره من المنتخب ده ومن النفسيات اللي احنا عايشين معاها دي. ناس تعبانة جدا، ناس تعبانة جدا. والسلام عليكم وصباحكم سعيد.